في حد فينا ما بيبصش في المراية؟ كل يوم بنشوف وشنا في المراية، لكن عمرك حسيتي ان المراية مش بتوريك الحقيقة؟ النهاردة هنتكلم عن بنت شافت حاجة في المراية قلبت حياتها كلها. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وهنحكي النهاردة حكاية بنت عادية جدا بتحب تقف قدام المراية وتتمكيج وتسرح شعرها وتلبس قدام المراية زي كل البنات. بس في يوم وهي بتسرح شعرها لاحظت ان في انعكاسها بيبتسم، وهي لا اتوترت، قربت من المراية. واللي حصل بعدها شيء غريب. انعكاسها بدأ يتحرك لوحده بيضحك وهي خايفة. كل يوم كانت المراية بتوريها وش تاني، وش بيحقد عليها بيقلدها، بس مش هي. في يوم لما صحت من النوم لقت نفسها جوه المراية، والانعكاس بقى بره حر. ندى كانت بتصرخ بس مفيش صوت خارج منها. ايديها بتخبط على المراية من جوه وهي شايفة نفسها بره الوش التاني، لابسة لبسها وشعرها نفس التسريحة، بس عينيها فيها شر. حاولت تلفت وشها تتحرك، بس كل حاجة جواها كانت زي ما هي. الوقت متجمد والانعكاس بيعيش حياتها بره عادي جدا. في الأيام اللي بعدها الوش التاني بدأ يبوظ علاقتها بالناس. اتخانقت مع صاحبتها، شدت مع أختها، والأم بدأت تلاحظ تغيير في سلوك بنتها، بس مش قادرة تفهم السبب. ندى جوه المراية كانت بتنهار كل يوم، لحد ما لمحت حاجة في زوايا المراية، كأن في باب صغير متخفي في الخلفية. قربت فتحت الباب لقت مرايات كتير، وكل واحدة فيها حد محبوس. صوت ست كبيرة قال لها كلنا ضحايا المرايات، بس انت لسه عندك فرصة تهربي، بس لازم تكسري المراية من بره. ندى بدأت تصرخ بكل قوتها، وفي لحظة اختها دخلت الأوضة وكانت حاسة ان في حاجة غريبة. بصت في المراية وشافت دمعة من ندى جوه المراية. خافت جدا وكسرت المراية. حصل صوت زي صرخة وانفجار نور. وقعت ندى على الأرض، ولما فتحت عينيها لقت نفسها بره، بس المراية بقت فاضية والوش التاني اختفى، ولا لسه مستخبي جواها. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على الرسول في كومنت ودوسوا لايك. وفي النهاية خلي بالك كل مرة بتبصي في المراية بص كويس، يمكن في حد بيبصلك من جوه وبتمنى ياخد مكانك. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.